في هذا الصيف الملتهب وعلى الأراضي الأمريكية المشتعلة شغفا بكرة القدم، تنطلق النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية بمشاركات 32 من أعظم أندية المعمورة. ولكن خلف كل تلك الأسماء العملاقة ينبض القلب المغربي بقوة. 31 نجما مغربيا قادمون من كل صوب وحدب يرفعون راية الوطن عاليا في هذا العرس الكروي العالمي. إنها ليست مجرد بطولة، إنها معركة شرف، إنها كتابة فصل جديد في ملحمة الأسود. نعم أيها السادة، 31 لاعبا مغربيا يستعدون لخوض غمار معركة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها التاريخية بالولايات المتحدة الأمريكية. نسخة ستكتب بحروف من ذهب، لأن المغاربة فيها حاضرون بقوة لم يسبق لها مثيل. ونبدأ من عرين الوطن، من ممثل المغرب الرسمي الوداد الرياضي البيضاوي الذي انتزع بطاقة العبور إلى هذا المحفل العالمي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2022، مسلحا بكتيبة من 17 مقاتلا مغربيا سيواجهون عمالقة أوروبا وأباطرة آسيا بكل شراسة. مهدي بن عبيد ورفاقه يحملون فوق أكتافهم مسؤولية ثقيلة، مواجهة مانشستر سيتي بقيادة العقل المدبر بيب غوارديولا، ثم الاصطدام بالسيد العجوز يوفنتوس تورينو العائد من رماده كالعنقاء، وأخيرا الدخول في صراع عربي خالص أمام العين الإماراتي الذي يضم بدوره 4 من الأسود الأطلسية: سفيان وحسين رحيمي، يحيى بن خالق ونسيم شاذلي. لكن الوداد ليس وحده في هذا المونديال التناري. من قلب العاصمة الفرنسية يظهر أشرف حكيمي المنتشي بتتويجه القار مع باريس سان جيرمان، وإلى جانبه موهبة مغربية صاعدة نوفل الحناش. كلاهما يسعيان لصناعة أمجاد باريس في الأراضي الأمريكية، ويمنيان النفس بتقديم عروض تليق بفخر الأمة المغربية. وإلى مدريد نذهب، حيث يظهر وسط الميدان الساحر إبراهيم دياز العائد إلى كتيبة الملوك مع مدربه الجديد تشابي ألونسو، ساعيا لترسيخ قدميه أساسيا في تشكيلة العملاق المدريدي. ولن يكون وحيدا، لأن الظهير الواعد يوسف الخديم ابن 19 يتأهب هو الآخر ليحفر اسمه في سجل الأبطال. وفي الجنوب المصري يشعل ثلاثي مغربي آخر الأجواء داخل أسوار الأهلي المصري، حيث يتواجد كل من أشرف ضاري، يحيى عطية الله، وأشرف بن شرقي. لكن القرعة وضعتهم في مجموعة الموت أمام أساطير مثل ليونيل ميسي مع إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. أما في أرض الحرمين يقف الأسد العملاق حارس الأسود ياسين بونو ليحمي عرين فريقه السعودي ويواصل مسيرته البطولية. بينما في قارة أمريكا الشمالية يظهر المحارب أسامة الإدريسي لاعب نادي باتشوكا المكسيكي العارف بخبايا هذه البطولة. ولن ننسى جوهرة الدفاع المغربي الشاب آدم أزنو الذي سيقاتل بشعار بايرن ميونخ الألماني، حاملا حلم الشباب المغربي على أكتافه، ومؤكدا أن المغرب يملك مستقبلا عظيما بين صفوفه. كل هؤلاء الأبطال سيحملون حلم ملايين المغاربة الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن يرفع العالم الوطني في سماء أمريكا، وأن يكون اسم المغرب حاضرا في كل شبر من ملاعب البطولة. فهم لا يقاتلون فقط من أجل أنديتهم، بل من أجل شرف الوطن، ومن أجل التحضير لأكبر المعارك القادمة في كأس إفريقيا 2025 على أرض المملكة. أما عن موعد معركة الوداد فسيكون يوم 18 من يونيو أمام مانشستر سيتي في فيلادلفيا، وبعدها ب4 أيام فقط سيواجهون يوفنتوس ليختتموا الدور الأول يوم 26 من يونيو أمام العين الإماراتي في واشنطن العاصمة. مباريات كبرى تنتظر الأحمر البيضاوي، والجماهير المغربية تترقب نبض كل دقيقة وكل ثانية. ها هم أبناء المغرب يثبتون مجددا أن الكرة المغربية لم تعد هامشية في العالم. 31 مقاتلا من المحيط إلى الخليج، من أوروبا
أوروبا إلى أمريكا إلى آسيا، يجسدون حلم أمة ويكتبون التاريخ من جديد. فلتستعدوا أيها المغاربة ولتشعلوا الشاشات بالحماس، لأن كأس العالم للأندية هذا العام فيه نكهة مغربية خالصة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى نواصل معكم تغطية كل تفاصيل ملحمة الأسود حول العالم. تحياتي لكم والسلام عليكم.